دائما اذا سكتت هاي عم تعيد الصوت هيدي تكون شغاله، سكتت هاي تكون شغاله. حتى بصوت البط نحن وقت ما نكون عم نصيد بط حاطين مكنتين واصوات مختلفين، هيدي المكنه عم تعيد صوت شيء وهيدي المكنه بس ما يسكتوا التنتين. هيدي معلومه كتير جيده بالنسبه للصيد. في احيانا السلام عليكم متابعينا قناة صيد مع محمد، مسيكم الله بالخير. نحن اليوم بدنا نحكي عن موضوع مكنات الصيد، او بيجينا بعد التعليقات انه انا عم صيد سمون، انا بقوي الصوت، بعلي الصوت، قديش لازم يكون الصوت، صيد البط كيف بيكون الصوت، قديش بنقوي، صيد الفري قديش نحن من أول الصوت. فحبينا نحن نفيدكم شوي بمعلومات عن موضوع مكانات الصيد وقديش نحن لازم منقوي الصوت أو منوسه بحسب أنواع الطيور. أول معلومة بدي أعطيكم إياها عن موضوع عصفور التين أو صيد التيان. بالنسبة للي نحن قادمين على الربيع، بالنسبة اللي بيحبوا صيد عصفور التيان، أنا بنصحكم نصيحة. أول معلومة بدي أعطيكم إياها، أفضل طريقة بإنك تنزل أصوات لعصفور التيان، اختار 5 أصوات أو 7 أصوات على مكنة اللوك فوغل. أي شيء صوت ناعم، أي شيء بيطلع منه صوت ناعم بدون بو، أي شيء الصوت على 15. بس خذ مني هالمعلومة، خلي مكنة مخصصة لعصفور التيان، شيل منها الأصوات كلياتهم، حطهم عندك بSD كارت أو شي يحتفظ فيهم، ونزل 5 أصوات أو 7 أصوات عصفور تيان فقط. 5 أو 7 أصوات تعيدهم هي ورا بعضهم، بس تعيد هي الصوت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، بعدين بتعمل هي ريبلاير بتعيد الصوت على الأول أو 7 أصوات. مشان هيك عصفور التين بتلاقي أنت إذا أنت عم تقوس يعني لا يمكن إنه يجي يغط عندك ويفل أو يمرق مرق إلا ما ينزل عندك. السبب هو أنت عم تشكل لكل الأنواع، يعني لكل الأنواع، والصوت اللي هو بيحبه رح ينزل عليه. فهي العملية كلياتها الأصوات إذا كانوا 3 دقايق أو كذا، حتى على مسافة منيحة الطير بيسمع أكتر ما أنت بتسمع لما بيكون الصوت على 15. وعلى مكنة الصوت ناعم، أكيد قلنا بيحب نعومة الصوت، بينزل لعندك وبتتوفق إن شاء الله. هيدي المعلومة احتفظوا فيها، بتستفيدوا منها 100%. نحن بالنسبة لباقي الطيور اللي بتيجي لعنا على مناطقنا، مثلا نحن مثل صيد الفري. صيد الفري بيحب الصوت الجعر، يعني صيد الفري منجيب مكنات، او اذا ما عندنا مكنه صوتها جعر تمام، مثل مثلا هون عم نحكي عن مثلا ميلتي ساوند، او ما ضروري مكنه اي شيء صيني. هاي المكنه انا بحط لها بو، بخشل لها صوتها تمام، قد ما فيني قوي الصوت بيكون ممتاز، على مسافه بعيده بيكون ممتاز، لانه صوت الفري بيحب الخشونه. فنحن دائما بصيد الفري نحن بنحط مكنه صوت قوي وبعيد خشن، وبنحط حد المكنه على بعد شوي صغيره صوت ناعم، لحتى اذا اجى الفري ما يعني يرجع يفل. في منه احيانا لاحظنا عليه انه ينزل وجه الصبح ويرجع يفل، فبنحط مكنه ثانيه صوت ناعم نقي لحتى خرجة الفري اذا نزلت بنلاقيه على الصوت النقي شو ما كان يكون احيانا. هذا بالنسبه للفري. مثلا صيد البط بحب صوت الجعر، بس دائما نحن بنحاول الصوت يكون على 20 تقريبا الفوليوم، يعني اذا كان هي المكنه 30 فوليوم بنعمله نحن على 20. طبعا صيد البط بده بو، يستحسن يكون في بو، واللي ما عنده بو صيد البط بيرد على الزمور بشكل كتير مرتب. اللي عنده زمور بط بيرد على الزمور بشكل كتير مرتب.
اما بالنسبه لصيد السمون، صيد السمون نحن بنعتمد على مكنه صوت على 25، مكنه صوت على 10. يعني نحن انا اذا عم صيد سمون بحط مكنه بعيدة شوي قوية على صوت على 25، مكنة تانية بحطها قريبة على الشجرة بحطها صوت 10 12، بحط صوت نقي وصوت تطلع فيه السكة ناعمة كتير. السكة تطلع ناعمة من شيء دائما تويتر او من تويتر اللي بقلب المكنة هاي، او هيدا مثلا تويتر، بيطلع السكة هون تطلع ناعمة اكتر من السكة اللي بتطلع بالبوق، لان بالبوق بتطلع السكة خشنة. تمام. فالاحسن بصيد السمون انه نحن نحط مكنة لحتى تودي الصوت بعيد شوي، ولكن هي اذا سمعت وبلشت تلف بنحط نحن صوت ناعم تحت الشجرة. هلا بالنسبة حدا بده يقوس ب 12 فيع، ما بده يقوس بال 12 تخين يعني بالبارودة التخينة، بده يقوس بس هو على الشجرة او هيك، انا بفضل انه يحط مكنة من هالنوع هذا وينوس الصوت حوالي 12 او 15 يعني، او حتى في يحطوا 10، صوت خفيف ونقي، فهي بتنزل بتغط على الشجرة. نحن بدي اخبركم عن شغله، الفرق بين المكانات الايطاليه والمكانات الصينيه. هلا بتلاحظوا انه هيدي المكنه بتعيد الصوت، بتسكت وبترجع بتكفي. هي السكتة يعني احيانا انا عندي ذكرى هاي المكنه، وعندي اسا كاسيتات لها الميلتي ساوند، هي من اول مكانات نزلت هي واللوج فوجل. فكانت نجيب الكاسيت يجي فيه حوالي 8 اصوات، بس 8 اصوات هذا نختار نحن نشتري الكاسيت كرمال 8 اصوات. يعني يمكن يعجبنا صوت نحن من هال8 اصوات نضطر انه نحن نشتري الكاسيت. اما نحن هلا بالنسبه للاصوات نعمه كبيره، يعني نحن بالنسبه لحضاره الانترنت وين وصلنا، نحن الصوت اللي بيعجبنا نحن بننزله، وهي الامور ما كانت يعني نحن من 15 سنه ما كنا شفتوا كيف يعني ظهر موضوع الانترنت وانتشر بسرعه. فهذا شيء حضاري كان ساعدنا كثير موضوع الصيد نحن بالنسبه للاصوات طبعا. وهيك المكنه الايطالي، انتبهوا للاصوات الايطاليه، مثلا هذه المكنه ميلتي ساوند ايطاليه، هي صوت فري. المكنه الايطاليه ما بتسكت، يعني هي ما بتسكت مثل هاي بترجع بتعيد الصوت. لان احنا ما عم نقول نحن انه لا انه روح اشتري انت ايطالي. مثلا انا عندي مكنه بيريتي فيها صوتين فري بس خاصه للفري، هيدي المكنه لخينا محمد، هيدي مكنه ميلتي ساوند كمان فري. هلا انا طبعا في مكانات اليوم الاتش بي 24 الديجيتال ومكانات كتير بالسوق، بس الحلو بالمكنه الايطاليه اللي بتيجي من برا انها هي ما بتسكت وبترجع بتعيد الصوت. هلا نحن انا دائما بحاول، انا بس كون عم صيد اني انا احتال على السكتة، يعني انا بشغل هيدي المكنه شيء وانا بحاول اني هاي المكنه الثانيه اللي بدي انا شغلها دائما اذا سكتت هاي عم تعيد الصوت هيدي تكون شغاله، سكتت هاي تكون شغاله. حتى بصوت البط نحن وقت بنكون عم نصيد بط حاطين مكنتين واصوات مختلفين، هيدي المكنه عم تعيد صوت شيء وهيدي المكنه بس ما يسكتوا التنتين. هيدي معلومه كتير جيده بالنسبه للصيد. في احيانا صيد الصفري، احيانا صيده مثلا هيدا بده شوية جعرة، يعني هالجعرة بس ما يكون قوي كتير كتير كتير. تمام، يعني شوية جعرة. فنحن انا مثلا بصيد الصفري بحط الصوت على 20 ممتاز، بحطها على بوق ما في مشكلة، بحاول اني انا بوق يكون نقي شوي ممتاز بيكون الوضع. وان شاء الله بدي اخبركم انه نحن بلشنا بموضوع دك الخرطوش. نحن بنفيدكم بمعلومات اكثر بالنسبه للمبتدئين بدك الخرطوش. وطبعا انا بنصح لانه انت اليوم انك انت تصنع الخرطوشه وانت تروح تصيدها وتقوسها على مجال انت بدك اياه، وانت هذا موضوع ثاني. نحن طلعنا عن موضوع المكانات.
فهذا شيء كتير بتنبسط فيه أكتر ما أنت تكون عم تصيد، إنك أنت تجيب الخرطوشي وأنت اللي أنت تصنعها وأنت تروح تقوسها وتقوس فيها مجال أنت تنبسط فيه. بصير أنت عندك نوع، يعني كيف بدي أقول لك، وأنت عم تصيد ببارود وطبي وخردو على مجال أنت حفظته كيف بدك تقوس، يعني هذا شيء رائع جدا. إذا بتنتبهوا أحيانا بالنسبة للخرطوش اللي بالسوق، إنك أنت عم تقوس على طير ال40 متر، أنت حافظ قديش أنت بدك تعير قدامه لحتى أنت تقوس إذا هو رايح هيك. فأحيانا بتجيب خرطوشي بيطلع بارودة شوي أسرع، بتخربط لك دوزانك بالصيد شوي، بدك تقوس 3 أو 4 خرطوشات حتى تحفظ قديش سرعتها وتقوس. فنحن إن شاء الله إلى موعد آخر عن موضوع دك الخرطوش. أي معلومة بدكم إياها عن موضوع المكانات فيكم بالتعليقات مع خينا محمد، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، وإن شاء الله إلى موعد آخر. السلام عليكم.